بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة الأكارم مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان من قيم القرآن الكريم. والقيمة التي سنتحدث عنها في هذه الدقائق المحدودة هي الصبر، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر يعرفه العلماء في اللغة بأنه الحبس والمنع، وهو في الاصطلاح تحمل المشاق والمتاعب والصمود أمام المصائب دون استياء، أو هو حبس النفس على طاعة الله تعالى واجتناب معاصيه والرضا بأقداره المؤلمة. والصبر الجميل الذي حث الله عز وجل عليه في قوله: فاصبر صبرا جميلا، هو الذي لا شكوى فيه للمخلوقين، بل يكون البث والحزن إلى الله عز وجل كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الصبر قسمه العلماء إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله تعالى، وذلك بامتثال أوامره سبحانه وتعالى والمداومة عليها. والنوع الثاني صبر عن معصية الله تعالى، وذلك بالابتعاد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. والنوع الثالث هو صبر على أقدار الله المؤلمة، فيتحملها الإنسان برضا وعدم تسخط. الصبر له فضائل وثمرات، منها معية الله سبحانه وتعالى ومحبته، إن الله مع الصابرين، ومنها الفوز بالجنة، فالصبر سبب لدخول الجنة ونيل عظيم الأجر: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ومن هذه الفضائل أيضا التمكين والنصر، فهو وسيلة للتمكين في الأرض والنجاح في الدنيا. ومن ثمراته الطمأنينة، فالصبر يقي من اليأس والقنوط ويحفظ النفس من التخبط. ومن هذه الفضائل أيضا الاقتداء بالأنبياء، وهو صفة الأنبياء والصالحين، فكم أوذي الأنبياء من أممهم. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد الآيات الكثيرة التي تذكر كيف أوذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر موسى عليه السلام، قال: رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا حينما أدمى عقبه صلى الله عليه وسلم في مكة قال مثل هذا الكلام: رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالصبر سمة من سمات المؤمنين، وقيمة من القيم التي ينبغي أن يتخلقوا بها، وعليهم أن يتحلوا بهذه الصفة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ضم الحياة بدفتيه.